صاروخ وقع فجأة في الحقل. الكل جري بسرعة ورمى نفسه على الأرض. لما شافوا إن الصاروخ ما انفجرش ولا حصل منه حاجة، واحد من الأهالي شال فزاعة من الأرض وراح يطبطب بيها على الصاروخ بهدوء. الكل اتصدم من اللي بيعملوه. جاك بدأ يلمس رأس الصاروخ بحذر، وفجأة مايك ضربه بقبضة إيده فخلى الكل يتخض. الضابط اللي كان شايف المنظر ده عرق من الخوف في لحظتها. بعد ما اتأكدوا إن الصاروخ مش هينفجر، الأطفال اللي كانوا قريبين بدأوا يتحمسوا، وده خلى الناس تتجمع أكتر وأكتر. اشتغلوا سوا ورفعوا الصاروخ بحذر وحطوه على الأرض برفق. ساعتها الأهالي شجعوا الضابط يقوم يقف، والكل بدأ يتحمس جدا. والمفاجأة إن القرويين راحوا جابوا ميزان علشان يوزنوا الصاروخ. واحد ياباني كان في المكان اقترح إنهم يبعتوا للمقر العسكري، وقال إن ممكن ياخدوا مكافأة عليه. بس علشان يمنعوا السرقة، الأهالي قرروا يشيلوا الصاروخ ويحطوه جوه بيت. بعدين اكتشفوا إن وجوده جوه البيت خطر، فاشتغلوا مع بعض وحطوه فوق كومة قش. بعد نقاش، الضابط قرر يدي المكافأة لجاك، وتاني يوم الصبح حطوا الصاروخ على عربية كارو. قبل ما يتحركوا، الضابط قال لازم يتأكد من الصاروخ تاني، وبعدها بقيادة الضابط بدأوا يزقوا العربية الصغيرة اللي عليها الصاروخ. الناس لما شافوا المنظر ده كلهم طلعوا يودعوهم، وفضلوا واقفين يبصوا وراهم بخوف، خايفين الصاروخ ينفجر. مايك راح سكب شوية مية على رأس الصاروخ. الجو كان حر جدا، فقالوا بما إن الحرارة مأثرة فيهم أكيد مأثرة في الصاروخ كمان. فاقترحوا على الضابط يقلع القميص ويغطي بيه الصاروخ علشان هو يرتاح والصاروخ كمان ما يسخنش. لكن فجأة الضابط اتقابل مع جنازة ماشية في الطريق. الكاهن أول ما شاف الصاروخ صرخ وقال للناس اللي وراه يرجعوا، بس الحركة دي خلت الكوبري الخشبي اللي كانوا عليه يهتز بشدة. في اللحظة اللي بعدها واحدة من عجلات العربية وقعت في النهر. علشان يمنعوا الصاروخ من الوقوع استخدموا عصيان خشب وسندوها بيها. الضابط لما شاف السلالم الحجرية اللي قدامه فهم على طول إن الطريق ده بيودي على المكتب العسكري. وبعد شوية وصلوا قرية تانية، والناس هناك اتجمعوا حوالين الصاروخ في فضول. الضابط لما شاف استوديو تصوير قرر ياخد صورة تذكارية معاه، لكن محدش كان يعرف إن الصاروخ ده ما كانش خربان أصلاً.